السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سوير ومودي. النهاردة ان شاء الله هنعمل فطيرة مشلتتة بالجلاش، حاجة وهمي كده، حاجة جميلة هتعجبكم ان شاء الله. بدل ما نقعد نعجن ونفرد، ودي اسهل ما يمكن، اللي هو لسه المبتدئ ممكن يعملها. سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. عندنا هنا زبدة، عايزة تحطي سمنة تحطي الكمية اللي انت عايزاها، نص كوباية زبدة. عندنا هنا قشطة اللبن، عايزة تشتري قشطة من برا، انا جبت قشطة اللبن اهي زي ما انتوا شايفين اهي. عندنا هنا كوباية زبادي، عندنا بيكنج باودر، رشة ملح، ومعلقة سكر. كل المكونات دي موجودة عندنا في البيت. لو أول مرة تشوف الفيديو ما تنسيناش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، واشكركم على التعليقات الحلوة اللي انتوا بتبعتوها لي. أول حاجة هنحط هنا السكر، هنحط المكونات كلها مع بعض. الملح اهو، طريقة سهلة وما فيهاش اي حاجة خالص. هنحط الزبادي، بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله، نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنحط كوباية الزبادي، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين. طريقة سهلة هتعجبكم ان شاء الله. هنحط هنا البيكنج باودر، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقة، ده نص باكو. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها. هنحط الزبادي، قصدي اسفة القشطة، زي ما انتم شايفين كده. كل المكونات كلها مع بعضها. عايزة تحطي سمنة بدل الزبدة حطي، المتاحة عندك حطي. زي ما انتم شايفين كده، احنا قلبناها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد هنا في الايه الصينية، هندهن الصينية من المكونات اللي احنا عاملينها دي. طريقة سهلة. نجيب لفة الجلاش، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين لايكات كده كتير يا حبايبي. هناخد كده ورقتين ورقتين، عايزة تحطي ورقة ورقة زي ما انت عايزة. كل ورقة كده بندهنها. زي ما انتم شايفين.
قصادها، حتى لو اتقطعت منك ما يجراش حاجة يعني. اهي ونحط كل ورقة وورقة عشان تبقى طالعة مورقة كده. متنسيش برضو البيكنج باودر هو اللي هيخليها ايه مورقة. زي ما انتم شايفين كل ورقة هنعملها ندهنها. دلوقتي بعد ما احنا خلصنا انا خليت وحدتين اهم، خليتهم هنا عشان هنعمل بيهم ايه الوش. هطبقهم بس كده لغايه ما نخلص عشان ما ينشفوش. نمسك بقى ايه الجوانب دي، طبعا هندهنها اهي. جوانب كده هنسكنها كده اهي، وندهنها برضو اهي. كل جانب كده نحطه جوه اهي. نجيب الجانب ده اهو زي ما انتم شايفين، وبرضو ندهنها عشان تبقى مورقة اهو اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله عليها اهي. نمسك جانب جانب كده اهو، ندهن برضو. طريقة سهلة وهتخلص معاكي بسرعة اهي. نجيب الجنب ده زي ما انتم شايفين. نجيب الجنب دوت اهو، واضحة قدامكم كده. بسم الله ما شاء الله عليها تحفة اهي. كمان بقى ما تخرج بقى من الفرن اوريها لكم اهو. شايفين هناخد الجزء ده كده، هقول لكم بقى بعد كده الاتنين اللي انا حاجزاهم هنعمل فيهم ايه. نتني كده، نجيب الحرف ده كده زي ما انتم شايفين اهو. نشوف بقى ايه هاتوا دي كده، ناخد دي نجيب الحرف ده كده اهو. اظن واضحة قدامكم يعني اهي. نجيب دي سهلة وما فيهاش اي حاجة، وهتبقى طعمها خرافة.
طعمها هتكون تحفة. ناخد دي اهي. زي ما انتم شايفين الحروف كده اهي. بسم الله ما شاء الله عليها، مخدتش معانا وقت ولا اي حاجة خالص. هنحط كده الفطير الورقتين اللي احنا كنا حاجزينهم، هرفع بس كده اهو شايفين، وهدخل دي كده من جوه. شايفين عامله ازاي؟ هرفع من هنا برضو اهي، وهدخل برضو دي من جوه اهي اهي اهي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله عليها اهي، تحفه. شايفين شكلها؟ هدهن الوش وادخلها الفرن اهي. هندهن وشها اهي برضو بالخليط اللي احنا عاملينه ده، وهشغل الفرن شغال. هحطها في الفرن وبعد ما تطلع بقى هوريها لكم بقى ان شاء الله تعجبكم. فيديو يعجبكم ما تنسوناش بقى في اللايك والشير. سهير ومودي، اتمنى الفيديو يعجبكم. عايزين لايكات كده كتير. ودلوقتي بعد ما هي طلعت من الفرن شايفين تحفة، فطيرة في منتهى الجمال ومورقة وكل حاجة، بس هي لسه سخنة. انا غطيتها شوية اهي زي ما انتم شايفين. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش بقى في اللايك والشير. سهير ومودي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.